وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. طب سيب بقى كل حاجة حواليك كده واسمعني دقيقتين. أنا أكتر واحد حاسس بيك واكتر واحد عارف انت بتمر بايه دلوقتي، وعارف انك خايف جدا، لان انا كنت في نفس موقفك ده، واكتر حد يحس بيك اللي كان في نفس موقفك. عايز اقول لك ان والله ربنا هيكبر بخاطرك وربنا هيكرمك. بس انا عايز اعرف انت ظنك ايه في الله؟ هل انت ظنك ان ربنا هيكبر بخاطرك؟ ده اللي هيحصل. هل ظنك ان انت لما تخش الامتحان ربنا هيوفقك وهتحل الاسئله صح ان شاء الله؟ ده اللي هيحصل. هل انت بص لدرجه ايه والله، هل انت ظنك ان انت لما تبقى قاعد في الامتحان وفي سؤال مش عارفه وتستغفر ربنا او تسبح ربنا هتحس ان ربنا قريب منك كده والاجابه هتطلع صح؟ هتحصل والله العظيم، هتحصل. كل ظن انت هتظنه في الله سبحانه وتعالى هو ده الظن اللي هيحصل. فخلي ظنك خير، خلي ظنك ان شاء الله يا رب ان شاء الله انت هتكرمني. ليه يا رب؟ لان انت اسمك الكريم، فيا رب هتكرمني وان شاء الله والله ده اللي هيحصل. لما تيجي بص، مش لما تيجي، انا عارف ان انت دلوقتي خايف ومتوتر وفي حاجات كتيره قوي، بص انت مش مستوعب اي حاجه، بس افتكر ان ربنا كريم والله هيكرمك. افتكر ان ربنا دايما معاك، افتكر ان ربنا ما سابكش في اي حاجه فاكيد مش هيسيبك في دي كمان. خلي عندك حسن ظن في الله، ده اللي انت تعمله دلوقتي. خلي عندك حسن ظن في الله ان ربنا والله هيكرمك. فانت ما تخافش، اتوكل بس على الله. خد بالاسباب، اليومين اللي معاك دول خد فيهم بالاسباب، اتوكل على الله وهات اخرك في اليومين دول، وربنا هيعينك وربنا هيقف جنبك وهيكون معاك. ما تقلقش، ماشي؟ ما تقلقش والله العظيم، والله كل اللي انت فيه ده هيمر باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرك وهتطلع من امتحان العربي فرحان، وهتيجي تكتب لي هنا باذن الله انا الحمد لله خرجت والامور تمام. خلاص؟ صلي على النبي وركز في الكلام اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي. عايز اقول لك على موقف صغير كده. مستر خالد صقر كان في مشكله بينه وبين في حد تاني، يعني هو كان بيدافع لمستر محمد صلاح. اكيد انتوا اتفرجتوا على الفيديوهات دي. مستر خالد صقر قال جمله في الفيديو اللي هو قاله، هي الجمله دي بس اللي انا هاخدها امشي بيها اكمل بيها بقيه حياتي. قال لك ان انت بتقول انت اللي عملت لنا. طب ما هو انا ومستر محمد صلاح، مستر خالد صقر بيقول انا ومستر محمد صلاح ومستر محمود مجدي ومستر احمد عصام احنا كنا عندك في السنتر وكان معانا مدرسين تانية، ليه احنا بس اللي اتشهرنا؟ توفيق من ربنا، توفيق، ربنا كتب لك التوفيق، خلاص اتوكل على الله ايا كانت الاسباب اللي حواليك، فان شاء الله ان شاء الله ربنا يكون كاتب لك التوفيق. طب كام تريكه كده تعملهم النهارده لحد ما يجي ان شاء الله الفيديو بتاع بكره. اللايفات ما تسمعش اللايف اول ما ينزل لمستر محمد صلاح. اي مستر انت بتتفرج عليه اوعى اللايف اول ما يبدا انت تقعد وتتفرج. ليه يا عمر؟ اللايف مثلا 5 ساعات، هنفترض اللايف بتاع بكره هيكون كبير جدا، هنفترض ان اللايف 5 ساعات. طب ما انا ممكن يا عمر استنى اللايف يخلص واخش ال5 ساعات دول اضرب السرعه في 2، اضرب السرعه في 1.5، ايا كان اللي انت عايزه، وتبدا تتفرج على الفيديو ده في وقت اقل. فانت تكسب يعني انت تكسب وقت تذاكر فيه حاجه وتتفرج على الفيديو في وقت قليل. دي حركه انا بشوفها كويسه وكنت بطبقها وكانت بتوفر لي وقت. يبقى انت تعمل ايه؟ ابدا انك ذاكر، مش اول ما اللايف ما يبدا تخش تتفرج عليه. اقعد استنى، ذاكر انت. مثلا اللايف عدى نص الوقت، خش يلا اضرب السرعه في 1.5 وابدا اتفرج، بحيث انك لما تزود السرعه انت هتفهم برضه، بس تكون وفرت وقت تستغله في حاجه ثانيه. بكره مش من المنطق انك تفضل قاعد 5-7 ساعات بتتفرج على اللايف ده. بص يعني انت كده هقول لك بتضيع وقتك. تعمل ايه؟ ابدا ذاكر، هات اللي وراك، هات النحو، ذاكر الاجزاء اللي انت مش عارفها، وابدا لما مثلا اللايف يعدي نص الوقت خش اتفرج بقى على اللايف. طب انا دلوقتي القصه بتاعت النحو، انا قلت لك ابدا بالنحو وطلبه كتير قوي قالت لي لا، في مستر محمد صلاح قال نبدا مش عارف. حاضر. انا دلوقتي والله العظيم والله الصح ان شاء الله ان انت تبدا باي جزء تاني غير النحو. ليه بقى؟ النحو ان شاء الله هيجي لك سهل. هو ليه انت تبدا بالنحو؟ عشان هتضمنه. طب ما هو انت النحو ده يعتبر سهل. تعمل ايه بقى؟ ابدا حل الاجزاء اللي محتاجه منك تفكير كبير قوي وانت بكامل ذهنك كده في الاول، وانت قاعد يعني بكامل تركيزك في الاول. ابدا حل القطعه اللي الاسئله كلها او الاجابات كلها هتجيلك شبه بعض. ابدا حل النصوص اللي برضو الاجابات هتجيلك شبه بعض. ده الصح اللي المفروض يحصل، وانت بكامل تركيزك حل الاجزاء دي. انا بقول لك على الطريقه اللي انا عملتها وخلتني خلصت الامتحان في 2 وربع، فانا بقولها لك عشان دي انا شفتها فادتني وفادت زمايلي، فبعرفها لك. انت متعود ان انت تبدا بالنحو، توكل على الله،
خلاص انت اتعودت على كده، اتوكل على الله وابدا. بس تاني وانت بكامل تركيزك تبدا بالنصوص وتبدا بالقراءه، لان دي اكتر اجزاء محتاجه منك عصف ذهني زي ما بيقولوا. ده بعيد طبعا عن الامتحان هيجي سهل، ولما تخرج هبقى افكرك بكل كلمه. كده كده اول ما تخرج من الامتحان بص هتلاقيني بنزل لك فيديو بعد الامتحان على طول افكرك بكلامي. طب كويس جدا. انا بقى طالع النهارده اقول لك ايه؟ اقول لك ان انت النهارده حاول انك تحفظ المنهج. تاني حاول ان انت تحفظ وما تخشش الامتحان عشان خاطري مفيش جزء انت مش حافظه. يعني انت النهارده تعمل ايه؟ مثلا انت عندك الممنوع من الصرف العله واحده. في جمله كده كان مستر محمد صلاح بيقولها: في المعارك والميادين شهداء وجرحى. المعارك يبقى اهو دي حاجات تعرفك ان ده ممنوع من الصرف العله واحده، وده بص بنسبه 100% عندك في الامتحان. عندك في المعارك والميادين شهداء وجرحى. المعارك كلمه جمع تكسير ووسطها الف وبعد الالف حرفين، والميادين كلمه جمع تكسير ووسطها الف بعدها 3 حروف وسطهم ياء. شهداء اسم ينتهي بالف التانيث الممدوده. جرحى اسم ينتهي او ده كده اسم مكسور. تبدا انك تعرف الحاجات دي وتقعد وتحفظها عشان ان شاء الله وانت داخل الامتحان تبقى داخل حافظ المنهج. تبدا كده تركز لي على التريكات، تبدا برضو انك تحفظها. يعني مثلا لام الامر مكسوره، عندك لام القسم مفتوحه. هتيجي تقول لي بص يا عمر انا مفيش وقت اعمل كل ده. طب اقسم لك بالله ده كله في ليالي الامتحان. يعني اهو الحاجات اللي انا كاتبها دي كنت كاتبها كلها في ليالي الامتحان، عشان ما تجيش تقول لي مفيش وقت ان انا اكتب. لا اكتب، وقبل الامتحان بقى تبدا انك تراجع على الاجزاء دي. عندك مثلا كاد واخواتها لو بعدها اسم وليس فعل يبقى كاد واخواتها دي تامه. عندك مثلا عسى زائد المصدر المؤول كده دي تبقى تامه. طب كاد واخواتها لو جم في المضارع تبقى تامه، ما عدا كاد واوشك. كل دي تريكات او كل دي معلومات تبدا انك تكتبها وتحفظها. عندك مثلا انواع الواو: المتصله بالفعل المضارع تبقى اصليه زي يسمو ويدعو، المتصله بالاسم تبقى جمع زي لاعبه مدربه. عندك المتصله بالافعال الخمسه تبقى جماعه زي تاكلوا تشربوا. عندك الواو في كلمه عمرو واو فارقه. تبدا بقى انك تعرف التريكات دي النهارده. اللي انا عايز اقوله لك بالله عليك اقعد كده واحفظ، اقعد هات كده الكتاب وابدا انك اقعد احفظ. لو انت كاتب ابدا اقعد واحفظ الاسم المكسور الاسم الممدود، ابدا اقعد واحفظ الحاجات دي. طب عشان خاطري او بص بمناسبه يعني الادب، حاول بس انك تسمع كده فيديو في ملخص الادب، اعرف نشأة كل مدرسه، سمات كل مدرسه. دي الحاجات اللي مطالب منك انك تعرفها. طب عشان خاطري حاول بكره قبل اللايف تكون انت قعدت حفظت كل حاجه. تاني حاول بكره ان شاء الله قبل اللايف تكون قعدت وحفظت كل حاجه. عمر اصل الحفظ كتير يا حبيبي، ده هو فرع واحد بس. النحو ده اللي مطالب منك انك تحفظه وجزء من الادب. طب القطعه مثلا دي مش محتاجه حفظ، دي محتاجه ان انت تكون فاهم كده وتحلل القطع صح وتنزل تختار. عندك برضو النصوص نفس الكلام، حاول البلاغه تركز فيها او تتفرج على محاضره وتشوف برضو الاجزاء اللي مشروحه في البلاغه. طب الملخص يا عمر النهارده ان شاء الله اعمل ايه؟ هتبدا تقعد كده تجيب ورقه وقلم وتمشي على الدروس. انا مذاكر الدرس ده والدرس ده والدرس ده، او تتفرج على درس نحو وتخلص من الكلام ده كله. مثلا انواع كم، عندك كم خبريه وكم استفهاميه، ابدا اعرفهم. انواع المنادى، عندي منادى مضاف، منادى شبيه بالمضاف. طب دول انا عارفهم ماشي. عندك النكره المقصوده والنكره الغير مقصوده، كل لسه واقع فيهم ابدا اجيبهم واعرفهم. لو جينا مثلا نلف كده، عندك مثلا درس لا نافيه للجنس، انا الدرس ده واقع فيه شويه ابدا اجيبه واعرفه. امتى مثلا حذف المبتدا يكون وجوبا، امتى حذف الخبر يكون وجوبا، مواضيع كسر الهمزه، مواضيع فتح الهمزه. الدروس دي مثلا تبدا تقعد وتشوف ايه اللي انت مش عارفه وتقعد وتحفظه. بالله عليك اخاف ان انت تخش الامتحان عارف السؤال وعارف الدرس بس مش فاكر الاجابه، مش فاكر مثلا حذف المبتدا بيكون وجوبا امتى، مش فاكر مثلا حذف الخبر بيكون وجوبا امتى. يعني دي اكتر حاجه ممكن تضايقني. عشان كده بقول لك ابدا اقعد بس راجع، ايوه دي كذا وكذا وكذا. ابدا اقعد راجع المنهج، والحاجه اللي انت مش حافظها ابدا انك احفظها. ده في النحو بس، انا مش بقول لك المنهج كله، النحو بس. دي كانت الحاجات بس اللي انا كنت عايز اقولها لك النهارده. ان انت بس يعني ايه، حاول بكره تكون خلصت، انت حافظ ومجهز نفسك. نقعد بقى ايه نضيف شويه تريكات. بكره ان شاء الله الصبح هتلاقيني منزل لك فيديو كده، اقعد بقى اسمع الفيديو ده بدري، وان شاء الله يعني ايه هيرتب لك امورك كده باذن الله. ربنا معاك وربنا هيكبر بخاطرك، وهتطلع من الامتحان فرحان. والله ان شاء الله هتطلع من الامتحان ده فرحان، لان الامتحان هيجي سهل. عمر مليون في المية ان شاء الله بكره او الامتحان باذن الله هيجي سهل. وبس كده، استناني بكره. واخر حاجه ما تنساش انك تصلي على النبي، وصلي على النبي من قلبك. ها، سلام.